أحلى شعور في الدنيا تكوني نايمة وتنزل المطر والأجواء خطيرة، تصحي على صوت المطر. قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين والكتاب المبين. يسعد لي أوقاتكم بكل خير. كيفكن يا متابعيني؟ كيفكن يا حلوين؟ اشتقت لكم كتير ورجعت لكم فيديو جديد. طبعا هالفيديو تقريبا آخر فيديو برمضان. الله يعيده علينا وعليكم يا رب بألف صحة وعافية، وكل عام وانتم جميعا بألف خير. مثل ما شفتوا تصبحنا بهالمطرات الحلوة، الله يبعث الخير يا رب. إلنا تقريبا أسبوع هيك ما شاء الله المطر ما بتوقف، وهي كعكات العيد الله يعيده علينا وعليكم بكل خير. هي هون صحينا قمنا نعمل بقى بهذا اليوم كعكات العيد، ولازم كلهم قد بعض. والله الحجة بتبهدلنا إذا مو مثل بعضهم كلياتهم، كلهم على القد. الحمد لله إنه رب العالمين بلغنا ليلة القدر وبلغنا العشر الأواخر من رمضان، وإن شاء الله يا رب الله يكتبنا من عتقائه من النار. طبعا هدول كعكات العيد، الكعكات الحلبية اللي أكتر يعني تقريبا السوريين معروفين فيها هي الكعك المالح، ومو أكتر السوريين لأنه أكتر شي يمكن الحلبية أكتر شي بيعملون. هلا كلنا السوريين معروف بالعيد بنعمل المعمول بكل أشكاله، الحشوة بالفستق الحلبي والحشوة بالجوز والحشوة كمان بعجوة بالتمر، لأنه هي بهجة العيد. يعني واحد ما بحس بالعيد إلا بالكعكات، ولما يلبس هيك بيجامة العيد الجديدة ويتحمم ويحوس حوسة العيد، هي بهجة العيد وضيافة العيد. أنا هدول أكتر شي بحسسوني بالعيد، أصلا هو العيد بهدول الأشياء. طبعا هالعيد نحن كل عيد بنعمل معمول في كل أشكاله، مثل ما ذكرت لكم بنسميه كرابيج. طبعا اللي بينحشوا بجوز وفستق حلبي بنسميه كرابيج، وكمان بنعمل معمول بتمر، وبنعمل كمان كعكات. هدول بيكونوا مالحات، بنعملهم بطحين وبنعملهم بسميد، بيكونوا مالحات فبنعملهم نحن بتوابل يعني أحيانا. هالمرة بالذات عملناهم بجبنة، عن جد كتير طلعوا طيبين. كالعادة صورت لكم هذا الفيديو على يومين ثلاثة. هذا اليوم كنا عاملين بطاطا مقلية، وبابا كمان الله يعطيه ألف عافية ما كنا هيك يعني على بالنا إنه نشتغل، لأن كنا مشتغلين بكعكات العيد، فكان عشانه يعني فطورنا كان جاهز. بابا جاب لنا فراريج مشوية، بس نحن قلينا بطاطا وعملت لي أختي الحلو. شفتوا الحلو اللي عملته أختي؟ هلا رح تشوفوا نهايته في الأخير. اللهم صيبا نافعا، الله يبعد الخير يا رب. أحلى أجواء، أنا روح قلبي هيك أجواء. احكولي بتحبوا المطر أكتر ولا الصيف، أو الشتاء إلا الصيف؟ ما شاء الله على الكاميرا لسه مو باينة يعني مثل العين، سبحان الله. هاي الفتة على طريقتي، أنا عملت لهم إياها على طريقتي. طبعا هاي الفتة شلون عملتها على طريقتي؟ قليت شوية بطاطا، وشفت أنا يعني من النت يعني بعض الخطوات، وزدت لها بعض اللمسات اللي أنا على طريقتي أنا عملتها. فحطيت لها بطاطا مقلية، وحطيت لها باذنجان مقلي، وبعدين حطيت لها حمص مسلوق،
وبعدين قليت فوق عفوا خبز مقلي، وبعدين عملت طحينية وكتيتها فوقه، وكمان زينتها مثل ما شايفين بالخبز والبقدونس. هاي هون الحلو اللي اختي عملته، حشته جبنة كاري. طبعا هدول رقايق السمبوسك حشيتهم جبنة كاري، وبعدين قليتهم بالزيت عادي، قال انه هي طالعة ترند وحركات وهيك، ورشت لهم كمان سكر وقرفة، وعملت هذا الصوص بالجبنة، جبنة الكاري نفسها والقشطة، وحطت لها حليب مكثف، وحطتهم خفقتهم على هاند بلندر، وكمان كانوا كتير طيبين هيك جنب الافطار. وهذا هو كان افطارنا مثل ما شايفين يا صبايا. الفروجات المشوية ذكروني بايام سوريا، وهو اصلا من عند السوري. هون ما شاء الله في مكان يعني كتير معروف سوري، فبيع فراريج مشوية، فحبينا هيك نجرب من عنده. عن جد كتير طيبين، اشتهيتكم معي بهاي السفرة. الله يديم علينا نعمه يا رب ولا يحرمنا اياها. الحمد لله رب العالمين، والله يعطي الف عافية لبابا. بهذا اليوم ريحنا، لا في كان جلي ولا كان في شي، كان الحمد لله بس لاني سوينا الكعكات فبيجي جلي كتير، شفتوا صويني، فهدول خلص الافطار ما لازم نجلي. فالحمد لله رب العالمين، الله يرزقه ويخلي لنا يا رب. وعن جد افطار بشهي. وانا كمان عملت لهم هالصوصات وهالتومات، ومثل ما شايفين هي السفرة. وطبعا بعد ما خلصنا سفرتنا لازم الفنجان القهوة، هذا لا غنى عنه، بعد اي افطار لازم فنجاننا القهوة. طبعا هذا هو كان يومنا مثل ما شايفينه يا صبايا. خلصنا هالكعكات العيد، عن جد كمان كتير كانوا طيبين. نحن دائما بنعملهم بالتوابل يعني، بس هاي اول مرة عملناهم في الجبنة وكانوا كتير طيبين. ماما بتعملهم بسميد وطحين مع بعض، وبعدين بحطت لهم جبنة يعني مرقة جبنة، وجبنة كمان كعيب، وجبنة يعني عملت لهم تشكيلة جبنة ما بعرف شلون. اذا بدكم الطريقة بسألكم اياها وبكتب لكم اياها في التعليقات. ايه والله يا صبايا عن جد كتير طلعت طيبة، ريحة البيت عن جد غرام. نحن صايمين اول ما فطرنا دقناهم، عن جد كتير كتير طيبين. كل مرة بنعمل معمول، بس هالمرة ما عملنا، حبينا نجيبه جاهز. ايه والله يا صبايا الحمد لله رب العالمين. وهي هي قهوتنا، وتفضلوا اشربوا معنا القهوة. سكرتوا مطبخكم على العيد ولا لسه ما سكرتوا؟ نحن اخر طبخة كانت النا هي المحاشي، الله رح تشوفوها معي بالفيديو. هاي عملنا اليوم محاشي كمان يعني انه زمان مشتهين على المحاشي، وطبعا رمضان لازم نطبخ طبخة محاشي. يعني معقول طبخنا كل طبخات رمضان وطبخة المحاشي ما طبخناها؟ لا لازم نطبخها. هاي طلعنا شوي على السطح، شفنا هالأجواء الخطيرة، وهيك تعبينا رشات مطر، هيك غيرنا جو، وبعدين نزلنا نكمل شغلاتنا. طبعا هذا تاني يوم هذا هون بلشنا بقى المحاشي. والله فقت أنا الصبح ما لحقت، فورا رقدت أصور لكم محاشي آخر طبخة، لأني أنا بعاتي ما بفيق يعني فورا، يعني مثل ماما ما شاء الله عليها بتفيق بكير، يعني تقريبا 11 ونص بتكون فايقة بتحضر الطبخة. أنا لا بعاتي لأني بنام بعد الفجر، يعني بسهر ما بنام أنا برمضان يعني بكير، لا بنام بعد الفجر تقريبا على 5:30 6، فبصحى تقريبا بين 1:30 2، وأحيانا بتشحط معي ل2:30. ايه والله ففقت قالت لي امي صوري لنا اخر طبخه، قلت لا قايمه فورا اصور، لسه عركت عيوني ورقدت اصور لكم. هي هون كان ماما حيفرة قبل بيوم الباذنجان والكوسايات، وهي هون صورت لكم اللحمه والدهنه والرز. طبعا مثل ما شايفين يعني عم نودع طبخات رمضان، خلصوا الطبخات الثقيله، هذا على يومين ان شاء الله رح ناكل وخلص. بعدين بقى بنفكر بطبخة العيد، لسه ما بتاخدي نفس بتفكري بالطبخة الثانية. ايه والله الحمد لله رب العالمين، الله يديم علينا نعمه. هي هون حطت ماما التوابل وحطت مية البندورة وعم بتبلهم يعني، وعم نصور لكم. ايه والله يا صبايا ما عملنا، كل مرة بنعمل رز وبرغل، هالمرة لا بس عملنا برز ما عملنا برغل. سوريين بعادتهم يعني، واكتر شي الحلبية مشهورين بمحشي البرغل. يعني المحشي البرغل نحن بنعمله شلون؟ بنحط خضار كتير، يعني شغلات خضار بنفرمها كلها على الناعم، وبنحط البرغل، وبنحط كمان في قلبها حمص وتوابل وبنحشيها. ماما بتعمل لنا طنجورة هيك وطنجورة هيك. ايه والله بس هالمرة لا قللت لنا، لاني شفته برمضان ما عم ناكل كتير يعني بشكل اكبر من الايام العادية، فقللنا هالمرة الكمية الحمد لله رب العالمين، يعني بتكفينا على يومين. ويا حذركن هذا اليوم على مين كان الجلي؟ كان علي. ما شاء الله ابتدينا بأول طبخة علي وانتهينا بأول طبخة علي، بين أنا وخواتي، عفوا بآخر طبخة كمان علي. ايه والله الحمد لله رب العالمين. ولأنه معلش يعني ما بهمني كتير شغلات المطبخ، بس هيك بنقعد أنا وخواتي بنتخانق إنه ليش بقى الطبخة الثقيلة علي، وهي الطبخة ما طبختي في دورها، ليش طبختي في دوري وما طبختي في دور هاي، وليش قشطتوا بدور هاي وطبختوا في دور هاي. فبنقعد هيك بنتخانق أنا وخواتي. ايه والله يعني نتسلى شو نعمل.
وانتوا احكوا لي صبايا شلون هيك روتيناتكم للعيد، ايش رح تعملوا بالعيد، عندكم ناس ما عندكم ناس تعيدوها؟ نحن الحمد لله رب العالمين لا برمضان ولا بالعيد ما عنا حدا نروح لعنده ولا حدا يجي لعنا، فخططنا للعيد لسه ما خططناها، بس الحمد لله يعني الحمد لله بتكفي يعني وجود الاهل. اي والله هون شوفوا الغاز شلون عم بيطالع عم بطالع الدهنة كلها على الغاز، وانا عم بطلع هيك فيه وبصور لكم وعم بقول جايتك بقى اللي شلون بقى تمسحي كل هذا بده تمسيح وبده تلييف. والله من بعد ما خلصت هالطبخة قلبت المطبخ على قفاه من كتر ما ليفته وجليت وكأني عزلت. وهي محشياتنا كانت جاهزة عن جد بيشهوا غرام، اشتهيتكم فيهم. انتو طبختوا محشي برمضان ولا ما طبختوا؟ احكولي. وكمان بهذا اليوم يا صبايا بابا وماما جابوا جزر وشوندر وبرتقان ويوسفي يعني، فعصروه عصير طبيعي وحطوه بقنيني مشان انه للدم وهيك فقر الدم مثل ما شايفين. فكمان كله هذا جلي على مين؟ علي انا. اي والله الف صحة وهنا على قلبنا. هي هون الشوندر كتير عن جد كتير طلعت طيبة، ومع اليوسفي والجزر كانوا كله خليط مع بعض ميكس، فطروهم يعني كتير طيبين وبنفعوا للدم. ويحذركن هذا الشو هذا هون هلا بقى جينا تجهيزات العيد. طبعا عنا هلا نحن اليوم انا بحكي معكم يوم الخميس عملنا حوسة نظيفة عميقة للبيت. هي حوسة العيد ما صورت لكم اياها لقد ما تعبت والله كتير تعبت، بس هون صورت لكم. هي هون الاعتناء بالنفس يعني على العيد. هي هون اسمه مشاط بنجيبه هون بالسعودية، بيجيبوا درايك احمر، وطبعا جبنا كمان سدر، حطينا هذا السدر والمشاط مع بعضهم وحطينا لهم لبن وحطينا اشعلنا زيوت مثل ما شايفين، زيت كليل الجبل وزيت الافغاني وزيت كمان زيت الجوز الهند، هدول كلهم للشعر. عن جد الشعر بصير ممتاز، لا بيتساقط وبيعطي لمعان يعني. هذا كل اسبوع حطوه، عن جد ريحته كتير طيبة وبيعطي هيك برودة لفروة الراس وبيقوي الشعر كتير كتير منيح. حطوه كل اسبوع ورح تدعولي عن جد شعركن رح يتغير كتير كتير. نحكي او عندكن شي في راسكن وبيعطي كثافة للشعر وبيعطي عن جد يعني كتير كتير له فوائد، وخاصة هدول الاشياء اللي انا ضفتها كلهم كل واحد لوحده له فايدة، فما بالك عملنا مع بعضنا على العيد، فكتير كتير كتير كويس يعني. هي هون بعد ما حطينا الزيوت كلها وحطينا المشاط والسدر واللبن فخفقناهن على الهاند بلندر. طلعوا شلون بكون قوامه ما بعرف احكي. ايه وبتحطيه على راسك، حطينا هدول تبعات الراس ولقطات الشعر يعني هيك كوافير عنا في البيت. وهي هون خلص عيدنا، ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير يا رب وينعاد عليكم وتقبل الله طاعتكم. هي هون خلصنا حوستنا العيد وخلصنا بقى الاعتناء بالنفس، بتعرفوا بعد رمضان لازم عناية شخصية ايه والله للعيد. وبعدين ان شاء الله رح افرجيكم اول يوم العيد شلون عندي تجهيزاتي وشلون امورنا. وكل عام وانتم بألف خير يا رب. اللي وصلت معي لهون لا تنسى تضغط لايك وتشترك بالقناة اذا ما مشتركة. حبايبين اشتركوا بالقناة او اسألكم اهم شي تشتركوا بالقناة، اذا ما لكم متابعين اشتركوا. وبشوفكم ان شاء الله فيديوهات جديدة، ومع السلامة يا صبايا. ان شاء الله بشوفكم باول يوم العيد. باي باي.